ما هي توأمة الشعلة وما هو توأم الروح؟ هو اتحاد طاقتين ذكرية وأنثوية في آن واحد على تجسيد أمر روحي واحد. توأم الشعلة مش ترابط الأشخاص بل ترابط المهام. توأمة الشعلة مش إنك أنت تلاقي الأنثى اللي من خلالها أنت ما في عندك معاكسات في هاي الحياة، أبدا مش حقيقي. مهما كنت ومهما ارتقيت أنت دائما وأبدا في عندك معاكسات لحتى تعدلها ولحتى تصلحها. فلذلك ما تتوهم إنه توأم الشعلة ما فيها معاكسات وما فيها تحديات، بل ممكن يكون فيها تحديات أعلى وأكبر وأوسع من التحديات اللي بتصير في العلاقات العادية. لما توأم الشعلة في أساسه هو ترابط طاقتين ذكرية وأنثوية لأداء مهمة واحدة. إذن في عنا ذكر وفي عنا أنثى مجتمعين الآن على خلق شيء متوازن بين هاي الطاقتين ويخدم الآخرين مش لأنفسهم. نحن في الأساس مخلوقين كأزواج لحتى نحن نوازن عمليات الخلق في هذا الكون، لحتى احنا نتوازن داخليا بين الجزء الذكري والجزء الأنثوي في كل شخص منا. نعم، كل شخص منا في عنده الطاقتين وكل شخص منا قادر انه يخلق هاي الشعلة الروحية بينه وبين نفسه. فإياك انك تتوهم في الاشياء اللي عمالها بتلمع في الخارج. فليس كل ما يلمع ذهب، وليس كل المعلومات اللي انت بتوصل إلك وبتفسرها بناء على الإيجو اللي عندك يعني تفسيرها صحيح.